أهلا بكم مشاهدي بتوقيت مصر في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، وفيها نتحدث للسياسي الشاب محمد بدران أصغر رئيس حزب سياسي في مصر وربما في العالم كله. نسأله عن أسرار بروزه السريع على الساحة السياسية وعن رده على وصفه بأنه الطفل المدلل للرئيس. ونعيش دقائق من المتعة والشجن مع المشروع المصري الذي أنشأه شاب فرنسي بأصوات وسواعد ومواهب مصرية. وفي زاوية بتوقيت الماضي القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتحدث لبي بي سي عن رحلاته لقراءة القرآن، ويقول إنه تمنى لو يقضي بقية حياته في روسيا، والسبب تعرفونه في نهاية الحلقة. أهلا بكم مشاهدي بتوقيت مصر في كل مكان إلى مقر حزب مستقبل وطن بحي مصر الجديد الراقي بالقاهرة. وضيفنا في هذه الفقرة هو السياسي الشاب محمد بدران، رئيس ومؤسس هذا الحزب الذي يوصف بأنه أصغر رئيس حزب سياسي في مصر وربما في العالم. محمد بدران كان هو السياسي الوحيد الذي رافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على متن يخت المحروسة في احتفالات تدشين قناة السويس الجديدة. أستاذ محمد، أهلا بك ضيفا على برنامج بتوقيت مصر، وأبدأ بسؤالك: من هو محمد بدران؟ اهلا بحضرتك وشرفت مقر حزب مستقبل وطن. محمد بدران واحد من شباب مصر عنده حلم منذ طفولته انه يكون ليه دور مهم في نهضة وطنه وفي تقدم بلده عشان تكون بلد عظيمة. بيعاني زي اي شاب مصري من الاحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية في مصر، وكان حط لنفسه هدف انه يكون احد العوامل اللي بتساعد في تطوير هذا الوطن. بدأت العمل العام في اتحاد الطلاب في كلية التجارة جامعة بنها 2010. انتخبت رئيسا لاتحاد طلاب الكلية، ثم انتخبت رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة، وبعديها بشهر أو شهرين قامت ثورة يناير فحلت الاتحاد الطلابية بالكامل على مستوى الجمهورية، فأعيد انتخابي مرة أخرى 2011 رئيس اتحاد الكلية ثم الجامعة عشان أكون أول رئيس اتحاد منتخب في مصر بعد 25 يناير. وللمرة الثالثة تم انتخابي رئيسا لاتحاد طلاب الكلية والجامعة 2013، ثم انتخبت بعد ذلك رئيسا لاتحاد طلاب مصر في منصب عاد بعد 36 سنة للجامعات المصرية منذ أن ألغى الرئيس السادات عام 79. قلت إنه كان لديك حلم، ولكن البعض يرى أن هذا الحلم تحقق بسرعة الصاروخ. يعني أنت تبلغ من العمر 24 عاما، يعني وخريج حديث من الجامعة. هل من تفسير؟ ان في ايمان بربنا ثم اجتهاد وعمل متواصل عشان توصل للهدف وهذا الحلم. مش عايز اقول يمكن محمد بدران في السياسه مش مثال كبير، ولكن في امثله اخرى في الاقتصاد وفي الزراعه وفي الصناعه ومخترعين وعلماء وعظماء وصلوا لاكبر من كده في سن 16 و 17 سنه. وعايز اتكلم عن الاسلام وقيام الحضاره الاسلاميه والامه الاسلاميه على اول يعني قائد الجيوش كان اسامه بن زيد على الخلفاء الاربعه. وعايز اقول مصعب بن عمير كان اول سفير في الاسلام. وعايز اقول سيدنا علي كان نايم على فراش الرسول وكان موكل اليه مهمه توزيع الامانات، والرسول مهاجر. ولكن هؤلاء كانوا مدعومين من الرسول عليه الصلاه والسلام ومن الخلفاء الذين جاءوا بعده. هل انت مدعوم من الرئيس السيسي او من الحكومه؟ لا، ولا اقبل دعم الرئيس السيسي او الحكومه. دعم سياسي لا للشخص ولا للحزب. لا نقبل دعم الرئيس او الحكومه في حزب مستقبل وطن. يقال انه يجري تجهيزك لتكون الظهير السياسي للرئيس السيسي في البرلمان. قد نصل إلى البرلمان ونعارض الرئيس السيسي. قد تصل إلى البرلمان وتعارض الرئيس السيسي. حزب مستقبل وطن ليس حزب الرئيس وليس حزب ظهير للدولة، هو حزب الوطن. إذا كان الرئيس السيسي يدعم الوطن فنحن ندعم الرئيس السيسي، وإذا كان الرئيس السيسي سيخرج عن تلبية احتياجات وأمال وهموم الشارع المصري والشباب سنقف معارضين الرئيس السيسي. طب كيف ترد على من يصفك أيضا بأنك صفوة الشريف الجديد في طور الإعداد والتكوين؟ طب بلاش صفوة الشريف، ممكن نشوف حد تاني عشان في تاريخ سيء. يعني ما ذكر هو صفوة الشريف. يعني طبعا يعني أي إنسان بيحاول إنه يجتهد وينجح بيكون ليه طبعا أعداء وبيكون ليه مهاجمين. عايز اقول ان احنا ما بنتاثرش بالكلام ده خالص، ان احنا عندنا محمد بدران مش مستقبل وطن. مستقبل وطن الاف من الشباب بيرمز لهم محمد بدران، بيمثلهم محمد بدران. ولكن هنا في المقر في اكثر من 60 شاب يوميا بيعملوا
يعني اكتر من 20 ساعه في محافظات مصر. عندنا 120 الف شاب في كل المحافظات، عندنا تشكيل في كل مراكز مصر 352 مركز. هل تعتبر تشبيهك حرفية. بصفوة الشريف يعني سبة أو مذمة أم مدح؟ سبة ومذمة. مذمة. طبعا. يعني عايز اقول لحضرتك ان حتى لو كان محمد بدران بشر وهيبدا يتغير يوم بعد يوم مع وجوده رئيس حزب او بيصاحب الرئيس على المحروسه، او فهو برضو الشاب ده شاف عبره قبل كده، سقوط نظام مبارك بكامل تشكيله من رئيس الجمهوريه ورئيس الديوان ورؤساء المجالس المنتخبه والوزراء سقطوا امام عينيه، هو لسه 21 سنه، ثم بعد ذلك جاء الاخوان المسلمين وسقطوا امام عينيه. فهنا في عبره يعني قويه تعلمت جدا. دروس. طبعا كلنا كشباب تعلمنا دروس. فاعداد صفوة شريف او الغرور بقى والتكبر ونحس ان ملكت الدنيا، فانا مش هوصل لما وصل اليه يعني السابقين. فاعتقد دي عبره قويه جدا كنا بنسمعها قبل كده في الايات القرانيه. كنا بنسمع عن قوم عاد وقوم ثمود وفرعون موسى وسقوطهم، ما كناش يعني ممكن نتخيل ده، لكن شفنا ده قدام عينينا، مؤمنين الحمد لله بربنا، واعتقد ان مفيش حاجه ممكن تخرجنا طيب عن الطريق. وجودك على متن المحروسه مع الرئيس السيسي باعتبارك السياسي المصري الوحيد الذي اختير لمرافقه الرئيس السيسي على متن المحروسه، لغز كبير ايضا تحدث عنه الكثيرون. هل من تفسير لذلك؟ لماذا انت؟ لماذا محمد بدران تحديدا؟ طيب ابدا لحضرتك اقول ان كان على يخت المحروسه 15 شاب وفتاه. محمد بدران كان واحد من 15 شاب وفتاه. بس انت رئيس الحزب السياسي الوحيد. أيوة. لكل شاب وفتاه كانوا على اليخت كان ليهم رمزيه. شاب ممثل للمخترعين، فتاه ممثله عن اوائل الثانويه العامه، فتاه ممثله عن او يعني اسره لاحد الشهداء. محمد بدران بيمثل شباب مصر في طلاب الجامعات، 3.5 مليون طالب، المنتخب لعده مرات، واخر رئيس اتحاد في تاريخ مصر موجود دلوقتي. فانا عندي الشرعيه الطلابيه اقدر اكون موجود فيها. حتى الان ببقى امثل وبجي دعوات داخليه وخارجيه، لكنك لم تعد طالبا في الجامعه لتمثيل طلاب مصر. فحتى الان ده اخر واحد بيمثل طلاب الجامعات المصريه. ده رقم واحد. رقم اتنين، كونك رئيس حزب فده ما يديكش حق انك تكون على المحروس، لكن كونك اصغر رئيس حزب سياسي في مصر وفي العالم وبتحقق لقب اعتقد ما جاش مصر قبل كده، فده يعطيه ما يديش محمد بدران حق، لكن يدي حق ان الشاب اللي هيجتهد وهيكون له دور وهيؤمن بقضيه وطنه وهينجح في الاخر في الوصول الى هدفه ممكن يكرم بوجوده. مش عايز اقول على يخت المحروس، بس وجوده في مكان متميز نقول ده رمز للشباب. لكن هذا اثار تساؤلات كثيره عن قربك من الرئيس السيسي، وحتى وصفت بانك الفتى المدلل للرئيس السيسي بعد ذلك. يعني عايز اقول ان يعني تعاملت مع الرئيس السيسي وهو وزير دفاع بكون رئيس اتحاد طلاب مصر، ثم تعاملت معاه وانا عضو في ال50، ثم اختارني هو في حملته الانتخابيه اكون ممثلا للشباب ومبعوثه في دول عربيه. لماذا؟ فعايز اقول ان يعني مش دلوقتي يعني مش دلوقتي لا، دائما انا بدعم يعني بحاول يكون لي دور في نجاح الرئيس السيسي لاني مؤمن بيه، مؤمن ويبدو انه مؤمن بك ايضا. يعني ما عنديش مشكله الرئيس مؤمن بيا ولا لا، بس عندي مشكله ان انا اخلي الجميع يؤمن بيا ويحترم محمد بدران. طب برايك ماذا يرى فيك الرئيس السيسي ما لم يجده في غيرك من الشباب؟ يعني كيف يراك الرئيس السيسي؟ لا ما اقدرش اعرف يعني ما ألم يقل لك في اي مره يعني اسباب اعجابه بك؟ لا لم نتكلم عن اعجاب اطلاقا او ايمان، بس بنتكلم انا دايما بوصل له صوت شباب مصر، سواء في ان كان في طلاب محبوسين على ذمه قضايا لم يرتكبوا ذنب او خطا، ان في الحمله الانتخابيه الشباب عايز يكون له دور اكبر، ان في لجنه ال50 احنا كنا بنتكلم على ماده المحاكمات العسكريه في الحمله في لقاء الرئيس وانا رئيس حزب اتكلم عن تطلعات الشباب انه يكون ممكن في الدوله، وقبل التمكين لازم يكون في تاهيل كبير، اسئله ورد، بحاول دايما اكون صوت شباب مصر، لكن الرئيس ما بيتكلمش عن اعجاب ده واعجاب ده. ورغم ذلك يبدو ان الرئيس لم يستمع اليك، لان هناك انتقادات شديده لتعامل الرئيس خلال العام واكثر الماضي مع ملف الشباب. يعني هناك حديث طيب كثيرا عن دور الشباب، ولكن في المقابل هناك شباب كثر في السجن ومهمشون. بس عندنا هنا مشكلتين، ليه في السجن وليه مهمشون. انا برضه لازم لما اطالب الرئيس، وانا قلت اكتر من مره وتم الهجوم عليا بشكل كبير جدا، ان انا ما بقولش افرج عن الشباب المحبوس، لان في حد
قتل وفي حد كان في شروع في قتل وفي سرقه وفي بلطجه وفي، لكن افرج عن الشباب المظلوم اللي تم القبض عليه سهوا او خطأ او عن غير عمد او عمد ولكن يرتكب جرم. هنا احنا بنحدد مين اللي يتم الافراج عنه، بنطالب الرئيس بطلب موضوعي وليس طلب نسقط فيه دولة القانون، لأن لو سقط دولة القانون سقطت مصر. حتى في هذا الطلب يعني الاستجابة بطيئة والأعداد المفرج عنها قليلة ولا تضاهي، يعني منظمات حقوق الإنسان تتحدث عن عشرات الآلاف من المواطنين في السجون. لا أعتقد أن الكلام ده صحيح بنسبة 1%. مفيش آلاف الشباب ولا حاجة، مفيش دولة عندها نية أو يكون عندها عمد أن هي تكون في صدام مع الشباب وتبدأ تعتقل الشباب وتحبس الشباب. ما اعتقدش ان لا الرئيس ولا توجهاته ولا في دوله في العالم في هذا الوقت الصعب زي مصر ممكن تعمل ده. طيب محمد، ايضا نحن الان في المقر الرئيسي للحزب، وهو فيلا فخمه في مصر الجديده كما ذكرنا، وربما قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات المصريه. من اين لك هذا وانت الشاب حديث التخرج القادم الى القاهره من محافظه القليوبيه شمال القاهرة؟ من أين لك بكل هذه الأموال وهناك مقار أخرى يجري افتتاحها في محافظات مصر؟ يعني إلى جانب هذا المقر الراقي احنا عندنا 120 مقر في محافظات مصر. النهاردة أو يعني الشهر ده هنختم 120 مقر بالإضافة إلى المقر الراقي. عايز أقول لحضرتك إن يعني دي مش أكيد مش فلوسي يعني، بس احنا عندنا فلوس من مجموعة من رجال الأعمال الوطنية اللي بتدعم هذه التجربة. وأنا يعني أنا كان في شرط ان ما يكونش في اي تدخل من اي رجال اعمال في عمل الحزب ولا الكلام عن الحزب ولا الحديث عن التبرع للحزب، ولكن لمزيد من الشفافيه والمصداقيه للحزب انا ممكن اعلن عن اساميهم. الاستاذ احمد ابو هشيمه بيرعى حزب مستقبل وطن يدعمه، الاستاذ منصور عامر بيرعى حزب مستقبل وطن، الاستاذ كامل ابو علي بيرعى حزب مستقبل وطن، المهندس هاني ابو ريده بيرعى حزب مستقبل وطن، مجموعه من رجال اعمال. وعايز اقول ان الفيلا الراقيه لم يتم شرائها للمستقبل الوطني، لكن هي فيلا ضمن مقرات مثلا لاحد رجال الاعمال، فممكن يخلي من هو صاحب احمد ابو هشيمه ممكن يخلي الحزب صاحب مصانع حديد المصريين ممكن يخلي الحزب يستفيد من المقر ما دام هو مغلق، ممكن احنا نستفيد منه وبعد كده في الاخر هنمشي. ولكن هل تقول لنا هنا انه هؤلاء سيمولون الحزب بدون مقابل؟ يعني لابد أن يكونوا ملائكة وليسوا رجال أعمال. يعني رجل الأعمال يضع ماله حيث يستطيع حماية مصالحه عندك حق 100%، بس عايز أقول إن مش شرط يكون الفائدة مباشرة. يعني بوجود كيان سياسي منظم بيدفع العملية السياسية في مصر، أنا كده هيكون في استقرار سياسي، فاستقرار أمني، فاستقرار اقتصادي، فزيادة مواردي. ممكن يكون هذا الحزب لو شايفين ان هو شاب يعني او شباب منظم ومؤهل ومتعلم وقادر وبيحقق نجاحات، فممكن يكون انا يعني بدعم السلطه القادمه في البرلمان. ليه لا؟ ليه ما يكونش عنده هذا الطموح؟ وبالتالي يدعم مصالحه او سيجد من يدافع عن مصالحه فيما بعد طالما في صالح الوطن. ليه لا؟ طب يقال ايضا ان هذا الحزب سيكون او هو الظهير السياسي غير المعلن للرئيس السيسي في البرلمان القادم. ليس حزب الرئيس وليس حزب الدولة، حزب مستقبل وطن، حزب يعبر عن أمال وهموم الشارع المصري والشباب المصري بصفة خاصة. سنعارض الرئيس إذا خرج عن مسار تحقيق أمال شباب مصر. كيف تقيمون أداء الرئيس السيسي بعد أكثر من سنة الآن في الحكم كحزب يمتلك وعي كبير جدا بالظروف اللي فيها البلد، وعارفين المأساة الاقتصادية والأمنية وحجم المؤامرات الداخلية والخارجية. يعني ما بقاش نقدر نخبي ونقول مين الدول، ولا خلاص بقت الموضوع بشكل واضح ومعلن حتى على لسان رؤساء الدول وقياداتها في محاربة مصر والهجوم عليها. وعارفين ان احنا بنحاول نعالج أخطاء 30 سنة مضت من فساد ومن واسطة ومحسوبية وكبت وقهر للشباب والأصوات السياسية وتجريف للعقول. عارفين ان المهمة دي صعبة جدا على الرئيس السيسي أو على أي حد هيحاول يكون مكان الرئيس السيسي، فبنقدر نقيم بعقل وبرشد كبير جدا. نرى ان الرئيس حقق نجاح كبير جدا على المستوى الدولي وعاد لمصر الشرعيه والهيبه، وعمل مكاسب عسكريه ومكاسب اقتصاديه ومكاسب استثماريه وتعليميه في زي اسبانيا وزي روسيا وزي فرنسا، ودلوقتي بيزور دول نمر الاسيويه والصين. فشايفين ان في نجاح كبير جدا في هذا الخط وهذا المجال. شايفين ان يعني فكره وجود
امل مصر يتحقق زي قناه السويس بغض النظر. ولكن على المستوى الداخلي هناك اشكاليات كبيره، يعني هناك عوده لرجال اعمال الحزب الوطني وربما يخوضون الانتخابات القادمه ويعودون للبرلمان. هناك سياسات غلاء ادت الى غلاء اسعار كثيره ومعاناه للطبقه الدنيا من المصريين. مظبوط. يعني عايز لسه بكمل وانا بتكلم على رئيس داخليا، وعايز اتكلم داخليا بقى، بس في يعني مع وجود طبعا اولا مش شايف ان في اي حاجه ممكن تمنع اي مصري انه يترشح للانتخابات، او ممكن يكون في سلطه تقول سنمنع رجال الحزب الوطني او سنمنع الاخوان المسلمين او احنا نمنع من يتورط في فساد مالي او اداري او تسبب في اراقه دماء المصريين. عندي قانون وعندي محكمه تحكم مين يكمل ومين ما يكملش، لكن دوله تسمح او لا تسمح فده مش من اختصاصاتها، ومفيش دوله ديمقراطيه في العالم ممكن تعمل ده، فده خارج عن الرئيس. وهذا الشأن خاص. هل ينطبق نفس الأمر على من من ينخرطوا في أعمال عنف من الإخوان المسلمين مثلا؟ طبعا. مصري عنده إيمان ببلده، عايز يطور فيها وعايز يشتغل لصالح البلد، ولكن لم تثبت عليه أي تهمة ولم يدان في أي تهمة ليه ما يطورش إخوان مسلمين أو سلفيين أو حزب وطني أو شاب. هل هناك أعضاء سابقون في الحزب الوطني ضمن أعضاء مظبوط. حزبك؟ عندنا نجمع من كل التيارات ومن كل الائتلافات ومن كل الأحزاب الماضية والحالية. ما عندناش مشكلة مع أي حد طالما أنه على نفس الخط الوطني للدولة والحزب مستقبل وطن، عنده خبرة وعنده كفاءة ولم يتورط زي ما قلت في أي قضايا فساد أو إراقة دم المصريين. فيما يختلف حزب مستقبل وطن، وهو أحدث ربما الأحزاب المصرية على الساحة، عن غيره من الأحزاب؟ الفكر والأداء. عندنا الاثنين دول أهم ما يميز حزب مستقبل وطن. هو الشباب مش في مسألة سن إن هو ده 23 أو 24 أو 30، ولكن هناك فكر شاب، عندنا أفكار طموحة بنهضة بلدنا، عندنا أداء شبابي في سرعة، في حماس، في إصرار، في عزيمة، في نشاط ما فيهوش خمول. بنحاول نعكس الصورة المتاخدة عن السياسيين في مصر، رجال عدوا ال70 وعدوا ال80، والتلفزيون والإعلام والخطابات والاعتراض والشجب والإدانة زي القمم العربية كده. بنحاول احنا يكون في أداء على أرض الواقع، وده هيظهر كله إن شاء الله في خوض الانتخابات البرلمانية بفكر جديد، ببرنامج طموح، بأداء على الأرض طموح إن شاء الله. صلاح مصفار. أنا أتعارض هذا الكلام بعض الشيء مع تصريحك بأنك تفضل أن يتولى السيد عمرو موسى أو يعين أو يوضع في رئاسة البرلمان القادم. يعني هو رجل تجاوز 80 من العمر. لا تعارض اطلاقا. انا عايز اقول ان مفيش حاجه اسمها حماس شباب بينجح او شباب فكر واراده بينجح، لابد من وجود خبره، وده عاملين مشتركين لنجاح اي منظومه في العالم، سواء حزب سياسي او وطن او شركه او اي حاجه. لازم يكون في شباب اللي بدفع بحماس وبقوه بنشاط، في خبره اعوام سابقه مضت. يعني هي دي طبيعه الحياه وفطره ربنا في خلقه. عايز اقول ان السيد عمرو موسى، بتكلم على رئيس البرلمان، ده منصب، ده كرسي من 648 كرسي. فاكيد لما اقول عايز يجيب كرسي راجل يمتلك من المراوغه السياسيه، ويمتلك من الحنكه، ويمتلك من الخبره، ويمتلك من الامتصاص، ويمتلك من محاوله اقناع الاخر انه يكون يرأس البرلمان عشان يقدر ينجح هذا البرلمان، فده مش اي تعارض، بالعكس. هل ستخوض انت الانتخابات القادمه على مقعد في بنها مثلا؟ لا، عندي مشكلتين. المشكله الاولى ان السن حتى الان ما جابش 25 سنه، وده احد شروط الترشح. المشكله الثانيه ان حتى لو الانتخابات اتاجلت او البرلمان الحالي، ما ينفعش يكون في رئيس حزب وبيترشح، لان رئيس الحزب ده المفروض انه منوط بيه اداره اكثر من 150 مرشح على مستوى الجمهوريه، والحملات الانتخابيه والحمله الاعلاميه والقانونيه والماديه. فعشان يسيب كل ده وينزل يشتغل في دائرته ويشغل الحزب معاه في دائرته، فشايف ده ازدواج في المناصب يسيء للحزب وللشخص. إذا هل تتطلع لمنصب في الحكومة القادمة بعد الانتخابات؟ وزير مثلا؟ 11 سنة دستوريا عشان أتقلد منصب وزير. 35 سنة. 35 سنة. ده التزام دستوري، ما فيهوش حاجة بقى. طب ما هي طموحات محمد بدران في الفترة القادمة؟ التعليم والتأهيل. التعليم والتأهيل. لك أم الاثنين. ده هدف للحزب والشخص محمد بدران، عشان يفضل فيه تقدم، عشان يفضل فيه نجاح، وعشان ما يتمش يعني انتهاء الدور زي ما انت بتقول، او ده بيدعم ده ما يدعمش. لازم يكون هذا الشخص مؤهل ومتعلم وقادر على فرض نفسه على الجميع، سواء السلطة تسانده او تعارضه. طب يبدو ان لديك يعني ميول دينية، يبدو هذا من كلامك على مدار الحوار. هل هذا احد العوامل التي قربتك من الرئيس السيسي، الذي يعرف عنه ايضا انه يعني رجل متدين؟ يعني ليس لي أي ميول دينية واضحة.
ما اعتقدش في كلامي يعني كان يعني توجه لاي حاجه لها علاقه بالدين، وما اعتقدش في اداء الشاب السياسي ممكن يظهر انه له علاقه بالدين. بس عايز اقول ان علاقه الانسان بربه علاقه يعني سريه وغايه في الكتمان، فما اقدرش لا تظهر قدام الرئيس ولا في الاعلام ولا قدام اي حد. طب الكثير من الغموض يحيط بدعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني، أنت كسياسي شاب مقرب من الرئيس كيف تراها؟ لست مقرب من الرئيس، ده رقم واحد. احضر مع الرئيس بصفتي وبشرعيه انتخاب زملائي سواء في اتحاد طلاب مصر في ال50 ليا، وانا شايف ان ده طبيعي. لازم تكون المناصب الشبابيه المنتخبه تمثل في الدوله لو عايز فعلا اعمل تمكين للشباب وتاهيل ليهم. طيب كيف تفسر رقم 2 مفهوم او مصطلح تجديد الخطاب الديني؟ احنا نمتلك كارثه في الخطاب الديني في مصر، مأساة بكل المقاييس، من مآسف الرجعيه والهمجيه والعشوائيه في الفتاوي وفي الكلمات اللي بتبدأ تطلع حتى من شيوخ المنابر في صلاة الجمعة. أنا شايف إن إحنا يعني الأزهر بيحاول إنه يجدد، ولكن أنا شايف إن التجديد غير كافي، محتاجين تجديد أكبر وأشمل من كده. الأوقاف، أنا عندي مشكلة كبيرة جدا مع وزارة الأوقاف. أنا كمواطن مصري وكشاب مصري، هل سيأخذ الأمر وقتا؟ شكل القيادة اللي هي بتاخد شكل العافيه، سنغلق المنابر، سنطرد مش عارف ايه، وكل صفات يعني كل مهام الوزير ان هو يشتم في السلفيين ويحاربهم. شايف ان ده شيء سلبي جدا. المفروض يكون عندي انا كوزاره اوقاف او كمسؤول عن الخطاب الديني خطاب ديني قوي، وعندي شيوخ وعلماء ازهر مؤهلين للتعامل مع الجيل الجديد. يعني انا قعدت مع، انا اسف يعني، كبار شيوخ مصر، وكان واحد بيقول لي فيهم ان انا اسمع عن حاجه بتستعملوها اسمها النت او يعني اسمع كده يعني، او حاجه اسمها موبايل يعني بهذا الحرف. فاحنا عندنا شيوخ خلاص، ده مش هيقدر يقنع شاب او مش هيقدر يقنع جيل جديد ب اراء دينيه. عشان كده مظبوط زاد نسبه الالحاد وزادت نسبه كره الناس. مش عايز اقول الدين، بس عايز اقول لشكل الميول الدينيه زي ما حضرتك قلت عليا كده. يعني بقى الشكل ده مكروه لانه بقى يسبب يعني استياء عند الشباب. شايف ان يعني عايز وزير الاوقاف ينزل اي مسجد في مصر ويشوف نظافه الحمام والسجاده اللي على الجامع. طب اول ما ينظف جوامع مصر ينظف بعد كده الوزاره والمساجد من الخوارج. طيب محمد، ذكرت قبل قليل لجنه ال50 وانت كنت عضوا فيها، وكنت نائبا للجنة الصياغة، وهذه أيضا كانت نقطة إشكالية كبرى، لأنه قيل أن هذه اللجنة من أخطر اللجان، وأعضاؤها يجب أن يكونوا من اللغويين والخبراء العارفين ببواطن ومخارج اللغة وغيرها. كيف تفسر وجودك في هذه اللجنة الخطيرة؟ بس أنا يعني أنا طبعا كل هذه الاسئله او كل هذا الهجوم تعرضت ليه قبل كده، بس ما كنتش برد لان عندي مشكله ان مفيش فهم لحقيقه الامور. اولا عضو لجنه ال50 لمنصب اتحاد طلاب مصر ده منصب انتخابي. يعني لا انا ما جيتش، انا هجاوب على السؤال بس عايز اجيب من الاول. يعني الرئيس عدلي منصور اصدر قرارات باسماء ناس اشخاص بعينهم، السيد عمرو موسى، الاستاذ محمود بدر، يعني ممثلين، ثم ادى كراسي للمناصب ان ينتخب مجلس اتحاد طلاب مصر ممثل ليه. فانتخبت انا انتخابا برضو مش تزكيه من الرئيس ولا من الوزير ولا من اي حد، انتخاب من الاعضاء ان يكون ده ممثل في لجنه ال50، وكان ممكن يكون حد تاني زي ما حصل في بقيه اللجان. داخل لجنه ال50 يحصل انتخابات على مقررين اللجان مسؤولين عن إدارة اللجنة وخروج المنتج النهائي من كل لجنة، زي مقومات الدولة، زي نظام الحكم، زي الصياغة، من ال50. بعد كده بيبدأ رؤساء اللجان مع الأعضاء الباقي يختاروا النواب، فده برضو بالاختيار. واللجنة دي كانت من كافة الطوائف والأفكار والأيديولوجيات، يسار ويمين ووسط وشد وتطرف في كل حاجة. مقرر مساعدة الصياغة ده منصب إداري، هو اللي بيتابع العملية الإدارية في الصياغة لإخراج المنتج النهائي للدستور. وهذا منتخب أيضا، منتخب يعني جرى انتخابك لهذا المنصب من داخل بس عايز اقول برضو مع الانتخاب كان في ايمان من كل اعضاء اللجنه ان يكون المقررين بتوع ال7 لجان يعني القامات، ويكون المساعدين كلهم شباب. فكان استاذ محمود بدر مساعد، وكان استاذ محمد عبد العزيز، وكان محمد بدران، وكان استاذ عمرو صلاح، وكان استاذ احمد عيد. فالخمسه الشباب
كل واحد بقى مقرر مساعد لجنه بيتابع اداريا، فانا كمنسق او مقرر مساعد الصياغه بتابع المواد اللي خرجت من نظام الحكم، راحت لجنه الخبراء، جت عندنا ارسلت مره اخرى للسيد عمرو موسى، خرجت، يعني بتابع التحرك الاداري وتنظيمه للمنتج النهائي للدستور اداريا، وبمارس دور لجنه ال50 في اللجنه اللي انا فيها اللي هي لجنه المقترحات والشكاوي. أخيرا محمد، ما رأيك في منع طبع جريدة الصباح بسبب مقال للكاتب أحمد رفعت تحدث فيه عنك ووصفك أو عنوان المقال كان الأسباب ال9 لتكون الطفل المدلل للرئيس الطفل المعجز أو الفتى ما رأيك في قرار منع الطبع؟ أولا قرار منع الطبع ليس له أي علاقة لا بمحمد بدران ولا بالكاتب أحمد رفعت، وأنا أكن له كل احترام وتقدير، ولم تسبقني أي علاقة به ولا أي اتصال ولا أي صلة. ما حدث يعني بشكل كده دقيق إن أنا عملت حوار في جريدة الصباح، وكان المانشيت بتاعه حزب، قلت للرئيس حزب مستقبل وطن ليس حزبك وسنعارضك إذا خرجت عن المسار. ده كان فبعد كده كلمني رئيس التحرير وقال لي إن في بعض الهجوم عليك من الأستاذ أحمد رفعت وعايزك ترد. قلت له إن الحزب عنده سياسة عامة عدم الرد على أي اتهامات ولا أي يعني تجاوزات في حقه، كل أعضاء الحزب وبرئيس الحزب بكل أعضائه بالحزب نفسه، وإن إحنا ماشيين في طريقنا مش هنلتفت إلى اي حاجه ممكن تعطل طريق مستقبل وطن. فقال لي خلاص انا هنشر مقاله، فنشر او ما اعرفش ايه اللي حصل، قال لي انا هنشر مقاله. بعد كده فوجئت بوقف طبع الجريده، فاتصلت برئيس التحرير وقلت له دلوقتي انا عايز اعرف كده طبعت ليه. قال لي انت مالكش بالحرف كده، انت مالكش اي ذنب ولا اي علاقه بوقف الجريده، دي مشكله للجريده مع مؤسسه الاهرام. ده على لسان رئيس التحرير. وهل كان ذلك تفسيرا مقبولا لديك؟ يعني في هذا اليوم في هذا العدد تحديدا أنا شايف مع هذا المقال، أنا شايف إن أولا فكرة تكميم الأفواه ومصادر الصحف والمجلات دي انتهت تماما، يعني خلاص يعني حتى الأخوان ما يعرفوش يعملوها. ثانيا أنا آسف، هناك جرائد أقوى وأكبر تهاجم الرئيس وتهاجم الدولة وتهاجم كل الناس بشكل عنيف ولا يتم إغلاقها. ثالثا جريدة الصباح ليس الجريدة التي يعني تحوز على انتشار واسع وممكن تهدد الرأي العام. يعني أنا آسف، أنا فدي 3 أسباب مهمة جدا. رابعا إن محمد بدران نفسه اتشتم أو تمت مهاجمته بأفظع بالطفل المدلل للرئيس والمعجزة وبي وبهتك العرض وبسب وقذف الأب وبالأم وللرئيس على كل أو في بعض يعني على كل وسائل التواصل الاجتماعي وعلى بعض الصحف وعلى بعض الجرائد لم يتم المساس بها. اشمعنى جريدة الصباح؟ وايه تأثير جريدة الصباح عشان تخرج؟ ربما عدم خروج تفسير واضح لحظر الطبع هو الذي ادى لكل هذا الجدل. يعني وليه ما يكونش يعني تعمد في ده عشان تبدأ الصباح تطلع. السياسي الشاب محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، شكرا جزيلا لك. شكرا.